ثلاث مباريات النهارده مهمين جدا في الدوري المصري. المباراة الأولى الأهلي وأسوان الساعة 3 إلا ربع، مباراة ساخنة جدا جدا بين الأهلي وأسوان. الأهلي راجع من 3 هزائم متتالية، هزيمتين في كأس العالم وهزيمة من الهلال السوداني في دوري أفريقيا. كما تعلمون حال الأهلي دلوقتي، رغم أن الأهلي متسيد الدوري العام حتى الآن ب 37 نقطة، هو الأول ولكن بفرق الأهداف فقط. المباراة الثانية الساعة 5 مساء الإسماعيلي والمحلة، ومباراة ستكون في قمة الإثارة، لأن وضع الإسماعيلي في الجدول سيء جدا جدا جدا. المحلة في وسط الجدول في الوسط الدافئ، ولكن الإسماعيلي في وضع سيء جدا جدا في الجدول. المباراة الأخيرة وهي مباراة الساعة 10 مساء، مباراة العمر، ليفربول وريال مدريد. هنشوف مباراة النهاردة كويسة جدا بين ريال مدريد وليفربول. محمد صلاح النهاردة بعد إخفاقات كثيرة هيلعب قدام ليفربول، قدام ريال مدريد في بطولة أوروبا الساعة 10 مساء. مباراة متعة وقمة المتعة وقمة الإثارة. أما الدوري المصري، مازال النادي الأهلي هو على قمة الدوري ب 37 نقطة، يليه فيوتشر وبيراميدز، ولكن بالأهداف فقط، فرق الأهداف بين الأهلي وبينهم الأهداف فقط لا غير. الزمالك بيقع في المركز الرابع. في النهارده تقرير خطير أو حديث خطير أدلى به كابتن خالد مرتجي، إذا صدق فتبقى في مصيبة كبيرة جدا. إنه قال إن أنا تقدمت بشكوى ضد مرتضى منصور للنائب العام، وفي اليوم التالي مكتب النائب العام اتصل بالمحامي بتاعي وقال له تعال اسحب الشكوى. بدل ما يعمل حفظ للشكوى قال له تعال اسحب الشكوى. اسحب الشكوى دي معناها بالأمر اسحب الشكوى، واتسحبت الشكوى. معنى كده إن في هناك من يحمي مرتضى منصور، وأصبحت علني وما عادتش شيء مستخبي، بقى على الطبيعة. خالد مرتجي قال الكلام ده في كل وسائل الإعلام مع هاني حتحوت وغيره وغيره، ما بقتش شيء مستخبي. الله أعلم. فعلا يبدو إن احنا كنا بنشك فيه كان مجرد شك، أصبح حقيقة وحقيقة مؤكدة.